فقلت وقت بساوي الوجبة بصورها وبنزلها مباشرة مع الفيديو. وصلنا على القسم يلي كلياتنا منحبه اللي هو البسكويت والشوكولا. طيب خلينا نروح نشوف الواجهة شو حاطين. الميني كرواسان مع الشوكولا، يعني لا أنا أحسن شي رح أهرب. وهي تقريبا وصلنا للأخير. شوفوا كيف نحن كنا واقفين هونيك. وفي يوم الإجازة قررت إني أخذكم معي لمكان أنا بحب روح عليه بالعادة، بس إذا ما عندي شيء تاني أعمله. يعني إذا مثلا كنت مخلص كل أموري وما عندي شيء مثلا ضروري أعمله خلال إجازتي، فأغلب الوقت إني بروح على هذا المكان. فخلينا نروح سوا وارجيكم عليه. كيفكن يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وخلينا نبلش مشوارنا لليوم. أول شي بيورجيكم إياه، شوفوا هي أنا ماشي هون، بيورجيكم من شدة البرد. شوفوا كيف الأرض هون المي متجمدة، وحاطين هيدي هون. شايفين كيف حاطين هاي بالنص؟ لأن إذا حدا مشي من هون بده يتزحلق ولا سمح الله بده يصير معه أي كسر. في عنا شي هون بيقولوا لنا عليه إنه كل ممر مشاة مثل هاد المسؤول عنه هو البناء يلي جنبه. يعني إذا البناء اللي كان جنب ممر المشاة بناية سكنية، إدارة البناء هي المسؤولة عن تنظيف الممر. إذا كان بيت صغير، صاحب البيت هو المسؤول عن تنظيف الممر. في حال كان في تلج أو أي شيء هو المسؤول، في حال البلدية ما اجت ونظفت. ليه؟ لأنه إذا حدا وقع بهذا المكان فهن حيكونوا مسؤولين إذا ما المكان كان نظيف وصالح للمشي. أنا بصراحة طلعت من البيت ومالي آكل شيء أبدا، وفقط شربت فنجان قهوة على السريع. فقلت بما أنه نازل على البلد خليني ورجيكم القائمة تبع الأكل تبع تيم هورتنز، وبنفس الوقت أني بفطر عنده. يعني هلأ أنا عم ورجيكم الناس هون بكندا بس يطلعوا من البيت إذا حابين يطلعوا يفطروا. هاد من أهم الأماكن اللي بيروحوا بياخدوا فيها فطور على السريع. شوفوا كيف هلأ هون بعض المحلات صارت تعمل أماكن خاصة من شان إذا الواحد ما حابب يوقف بالدور يروح على الكاشير، ممكن يوقف هون على الشاشة ويعمل الطلب ويطلع الطلب عندهم جوا، فبيعود بيطلب من هون من على الشاشة. طيب خلينا نروح نشوف الواجهة شو حاطين. شوفوا هاي الواجهة هون. هاي الواجهة أول رفين من فوق بيحطوا عليها الشغلات الموسمية. يعني في شغلات بينزلوها على عيد الهالوين، في شغلات بينزلوها على عيد الميلاد، في شغلات على مثلا عيد الفصح. كل شيء هدول الشغلات الموسمية بيحطوهم بأول صفين. وحتى كمان الساندويتش مثلا الشوربات والهي في عندهم شغلات بتنزل موسمية يعني. فخلينا نشوف شو في عندهم. خليني ورجيكم الشاشة هون. فخلينا نختار اللغة، وهي بيطلع لنا هون الشاشة. خلينا نشوف مين بدنا نبلش. فهون بعتقد إذا ضغطنا هون هي عم تعطينا المشروبات الساخنة، يعني اللاتيه، القهوة، الشاي، كل شيء مشروبات ساخنة هون. طيب خلينا نشوف البريكفاست هون شو حاطين عندهم على الفطور. شايفين كيف هذا الساندويتش كلها هي. هلأ هون قائمة الغداء. شوفوا حتى منزلين بيتزا. من زمان ما عندهم، مستحيل كان ينزلوا شيء انه هيك مثل البيتزا عندهم. وهي قائمة المخبوزات، ما بعرف شو بيقصدوا فيها، بس شايف اوكي كمان الساندويتش والشغلات اللي بتنخبز يعني. وبعدين عنا الدوناتس.
بصراحة شي محير، وخليني لشوف شو بدي اختار، مالي عرفان. خليني اورجيكم شو طلبت. فهي اخذنا القهوة، وهي الساندويشة انا متفاجئ بحجمها، على فكرة كتير صغيرة، يعني هي ساندويشة العضتين، مو مثل ما الواحد بيشوفها بالصورة بيفكر انه رح تجي وجبة هالقدها. بهذا الباك حاطين لي الدونات، طبعا عاملين عرض مع القهوة، فينا ناخد دونات ب$1. حبيت ورجيكم هدول التماثيل. هدول التماثيل ما بعرف إذا مألوف شكلهم لإلكن، هن مستوحين التصميم من لعب الأطفال اللي عرفتون، هيك بيكون هيك لعب صغيرة مثل جنود صغار ولهم قاعدة بلاستيك، حتى هن كاتبين إنه التصميم مستوحى من لعب الأطفال تبع الجنود. فهي أصلا هيدي ذكرى للحرب يلي صارت بين كندا وأمريكا بعام 1812. شوفوا هاي التماثيل من بعيد. وأخيرا وصلت على المكان اللي بدي ورجيكم عليه. هذا المكان يلي مواجهنا هو مطار تورنتو الثاني، بس هذا مطار صغير، مو المطار الدولي، هذا مطار يعني للطيارات الصغيرة، الطيران الداخلي اللي بقلب كندا. مثل ما قلت لكم أنا هون بيجي لهذا المكان وقت بيكون عندي وقت فراغ، مو دائما، يعني مو انه كل ما بكون فاضي بيجي لهون، لا، لانه احيانا بكون فاضي بس بحب اني اقعد بالبيت كمان. بس انا استغربت، هذا المكان هون كان في كراسي للحديقة للجلوس، ما بعرف ليش شايلينها. وهلأ بدنا نمشي لآخر الرصيف يلي هون وورجيكم المنظر من الأخير. وهي تقريبا وصلنا للأخير. شوفوا كيف نحن كنا واقفين هونيك، وهلأ نحن مشينا بعكس البرج لهذا الطريق. فشوف هون في عنا حتى يخوت، وهي هون آخر الرصيف. طبعا المكان بعتبره كتير حلو، بس بنفس الوقت خطر، ما بعرف ليه تاركين المكان مفتوح، يعني بعتقد انه في خطورة بالموضوع. طبعا عم حاول اقرب الصورة، ما بعرف اذا واضح معاكم هونيك من بعيد في هدول المراوح الكبيرة تبع توليد الطاقة. شوفوا هذا المكان اللي مقابلي هو مدرج المطار. شوفوا حتى فيكم تشوفوا الطيارات، شوفوا طيارات صغيرة. وقولوا لي شو رأيكم بالمكان إذا حبيتوه، يعني معي حق يعجبني. بعتقد إنه مكان رايق، يعني أنا كتير بحب شوف البحر، كتير 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 بحب جو البحر وقعدة البحر. شوف الطيارة فوق، هون هون. طبعا الجو بارد كتير، بالعادة بيكون مثل هالوقت في تلج بتورنتو، بس فيني اقول لكم الجو بارد مثل وقت بيكون في تلج بس ما في تلج. شوفوا هاي السفينة، هي عبارة تركب فيها السيارات
وبينقلوها من طرف لطرف. هلأ نحن حنقرب لهونيك ومورجيكم عليها من قرب. معقول هون تجي ناس بالفالنتاين تتصور هون؟ هو ليك المنظر حلو مع الكلمة. شوفوا هاي طيارة هلأ انطلقت من المطار، مبينة معكم؟ وأكيد بدي أتشكركم لأنه عم تشوفوا الفيديو، وإذا حبيتوه لا تنسوا أنه تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة مشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي بينزلها كمان. وخلينا نكمل الفيديو. خليني ورجيكم هذا المدخل للمطار. شايفين اسم المطار بيلي بيشوب تورونتو سيتي ايربورت، ومكان المغادرة، وكاتبين شايفين هي اسمها فيري، هيدي العبارة اللي شفناها. وهلأ خلينا نروح على البيت، بس طبعا قبل ما اروح على البيت بدي اتسوق شوية اغراض وبعدين برجع على البيت. وهي وصلت على نوفريلز. هي أحد أهم السلاسل للسوبر ماركات بكندا، طبعا معروفة بأسعارها رخيصة منا غالية. فخلينا نفوت ونشتري الأغراض اللي لازمتنا. على فكرة أنا بخاف على طول إني فوت على السوبر ماركت، لأنه بكون فايت بدي اشتري شغلة واحدة أو شغلتين وبطلع بكيس هالقدو. فبحاول إني دائما إني امشي بسرعة وروح اشتري الأغراض اللي بدي اياها. واحيانا بكون بدي الشيء اللي بدي اياه بروح بدي اشتريه، بنسى اني اشتري وبشتري شغلات اللي ما بدي اياها على طول. فانا اليوم لازمني خيار وبندورة، وبدي اشتري كيس من الخضار المشكلة المفرزة. فخليني اشوف اذا عن جد رح اطلع بهدول الأغراض بس ولا رح اشتري شيء تاني. فاخذت الخيار وشكلي رح اخذ خبز، مع اني انا على فكرة عم حاول اني ما اشتري خبز ابدا يعني، بس شكلي اليوم رح اخذ خبز. هات لنشوف هاد الخبز. خلص معناته رح اخذ هاد. انا ليه احيانا بحب اشتري خبز؟ لانه بعض الاكلات ما بيمشي حالها بلا خبز. يعني اذا بدي اكل زيت وزعتر مثلا، انا من الناس اللي كتير بحب الزيت والزعتر يعني، فاكيد بدي خبز. وهذا القسم شوفوا هون في كيك وفي شغلات هدول بياكلها الواحد هيك ممكن الصبح. احيانا بيحطوا عروض ظريفة، بس انا ما فيني اكل. يعني انا اذا بدي اشتري علبة مثل هدول هيك لشخص واحد، بالاخص هلا انه انا عم حاول خفف كل هالقصص هي، يعني بحسها بتضرني بدل ما تفيدني. شايفين كيف؟ بس المشكلة الواحد وقت بده يفوت ويشوف بصير شايفين، بتحس هيك في شيء هيك عم هيك براسه الواحد عم يفكر ويفكر يا الله اشتري ولا ما اشتري. شوفوا مثلا هي علبة جوز الهند، ولا هي مثلا الميني كرواسان مع الشوكولا. يعني لا انا احسن شي رح اهرب. ولقيت البندورة. كل مرة بجيب بندورة نوع معين، احيانا بجيب بندورة كبيرة بقطعها، احيانا بجيب بندورة مثل هي الصغيرة. فكل مرة بحاول اني غير. خلينا هلأ نروح على قسم الخبز. شوفوا مثلا هون بتلاقوا كل انواع الخبز، التوست والساندويش. مثلا هلأ هاد الخبز للهوت دوغ. مثلا حورجيكم الخبز العربي. مو دائما بيلتقى الخبز العربي بالسوبر ماركت الكبيرة،
بس بعض السوبر ماركات بتلاقوا مثلا هون شوفوا هي خبز عربي، بس لازم يتأكد الواحد إذا فريش ولا لا، لأنه إذا الخبز مو تازة بصراحة ما يعني مش يعني بتعرف مو طيب يعني. فأنا الخبز العربي بالذات بروح بشتريه من السوبر ماركت العربي، وبشتريه بيكون فريش يعني بجنن، وحلاوته إنه بس حطه بالفريزر بيضل مثل ما هو. فخليني ورجيكم هون كمان، شوفوا هون مثلا هي وقت بيكون في عروض بحطون هيك بالنص وبيكتبوا عليهم السعر اللي عاملين عليه عرض. وخليني نشوف قسم اللحوم. شوفوا مثلا هون هي اللحوم بيكون الكباب متبلة، اللحومات شايفين كلها هيك بتجي جاهزة. وطبعا في قسم حلال، شايفين في قسم للحمة الحلال. وحتى مثلا شوفوا هلأ هون في عنا كل أنواع القهوة، حتى حاطين لنا القهوة العربي. شوفوا مثلا في عنا هون قهوة الرفاعي وفي بجنبها بن نجار، فأحيانا بجيب منها، أحيانا بروح كمان وقت بروح على السوبر ماركت العربي بشتري من عندهم. وصلنا على القسم يلي كلياتنا بنحبه اللي هو البسكويت والشوكولا، بس أنا رح أعمل حالي كأني ماني شايف شي، وما رح أطلع أبدا على الطرف اليسار، ورح أحاول أني أمشي بسرعة. المشكلة إنه أنا بس بشتري من هالقصص هاي وأنا بالغرفة بس لاقيهم حوالي كل الوقت بضل عم آكل فيهم، كل الوقت بضل عم آكل فيهم. فقررت إنه أنا ما لازم أعمل هذا الشيء على طول، يعني عادة عندي، ولازم يكون عندي عدد معين من الشغلات. يعني إذا جبت شغلة مثلا ما بجيب شيء تاني إلا لتخلص أول شغلة، يعني ما عاد جبت أكتر من شغلة مع بعض. وقت بدي جيب شيء بجيبه بس يخلص، ساعتها بقرر إذا بدي جيب الشيء اللي بعده. فهلأ أنا بدي اشتري الخضار المشكلة المفرزة اللي كنت عم أقول بدي اشتري منها. فبعتقد إنه المفروض تكون هون. طبعا دائما بنلاقي أكتر من ماركة، فبعتقد إنه خليني أجرب هاد شكله ظريف. خليني ورجيكم الوجبات الجاهزة إذا الواحد حابب يعمل يعني هيك يخلي عنده ستوك بالفريزر. فشوفوا كيف هيك بيجوا هيك مثلا أغلبهم مكرونة، ما بعرف إذا في رز، ما بعرف، يعني خضار مشكلة، هدول كلهم. بس الواحد بياخد العلبة من الفريزر وبيحطها بالمايكروويف تقريبا 5 أو 6 دقايق. طبعا الصور مبين ظريف بس الطعم ما بعرف بصراحة. بس أنا اللي بعرفه يعني حتى لو الواحد اشترى منهم كل يوم بيمل، يعني ما حيقدر. ممكن يخلي الواحد مرة بالأسبوع إذا منه فاضي يشتري. والله الوجبة شكلها ظريف، عم فكر ما بعرف باخد منها ولا ما اخد. هلا بفكر بشوف. شوفوا كمان هون بجنبها هون شكله البيتزا، هاي البيتزا كمان هون، وهي البيتزا انواع كتير هون. عم افكر اخد وحدة من هالوجبات، خليني نقي وحدة، بدي اشوف بس على القليلة. هات لنشوف شو حناخد. اوكي رح اخد من هاي فيها، هاي بيف، تمام. هلأ بس اطلع بقلكن قديش دفعت على هدول الأغراض كلهم. حطيت لكم هلأ السعر بالدولار الكندي وما يعادله بالدولار الأمريكي. بصراحة أنا أخرت أني نزل هذا الفيديو لحتى ساوي الوجبة، فقلت ممكن في ناس حابة تشوف هاي الوجبة كيف شكلها، فقلت وقت بساوي الوجبة بصورها وبنزلها مباشرة مع الفيديو. فهلأ خلينا نفتح العلبة وخلينا نشوف كيف شكل الوجبة. وهي هي الوجبة. شوفوا حاطين درة وبراوني، وهيدي المش بوتيتو على اليسار، ومن فوق هي اللحمة، وبيكونوا كاتبين لنا التعليمات هون ورا. على فكرة أنا أخذت معي تقريبا 6 دقايق لخلصت بالمايكروويف.
وهلأ حنشوف كيف طلعت النتيجة. على فكرة الوجبة يعني معقولة، يعني إذا الواحد بده ياكل شي هيك على السريع إنه ب6 دقايق بيطلع معاكم حاطيلنا إنه طبق إنه في لحمة وصوص وقطعة كيك صغيرة وبطاطا مهروسة والكورن، معقولة بعتقد. وهي نهاية الفيديو لليوم. شكرا كتير انكم شفتوا الفيديو، وبتمنى انكم تكونوا حبيتوه. واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا انه تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة مشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة يلي بدي نزلها. فانتظروني بفيديو جديد، وسلام للجميع.